السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم قصة من القصص المعبرة والمفيدة. هذا واحد كان ساكن هو وامه وزوجته واخوه الصغير في بيت قديم. بيت قديم وضيق، وده بيت افضل منه واوسع منه، لكن الظروف المادية ما تساعد. طبعا هو موظف في ذاك الوقت، الظروف المادية ما تساعد ابدا. فجلس فترة، ويوم كبر اخوه اضطر انه ياخذ بيت اكبر. فيوم خفت الديون اللي عليه وزانت الأمور ويروح البنك. قال أنا باكم تعطوني قرض. قالوا نعطيك 250,000 ونحسبها عليك ب400,000. قال وأنا موافق. أخذ الدراهم وراح واشترى له بيت. اشترى له بيت طيب، بيت واسع، له ولزوجته قسم خاص، ولأمه ولأخوه قسم، وعاشوا مرتاحين وأمورهم تمام. بعد فترة قالت له أمه يا ولدي نبي نزوج أخوك سبر، وأخوك لا هو موظف ولا عندي شيء ولا عندنا غلط ثمنت، احنا ما عندنا أحد. أبغاك تشوف لك حل ونبي نزوجه. قال يا أمه وين أنا وين إني أزوجه؟ مثل ما تشوفين البيت أخذينه بقرض والسلفيات والراتب ما يصفي منه شيء بسيط، يلا الله يعيشنا. فمشى من عند أمه، ويوم أخذ شوي له والله متحسف. قال أنا كيف أقول لأمي الكلام هذا؟ أقول يا أمه أنا ظروفي وأنا المفروض إني قلت لأمي يا الله ييسرها وابشري وتبزين الأمور. وهو يتصل على واحد من أخوياه، أبوه صاحب معرض. قال تكفى أخوي سعد، الوضع كذا وكذا وكذا، وأبغاك توسط لي عند أبوك يبيعني سيارتين، أباه بس يسهلي في القسط، وأبا قسط الشهري وأنت تعرفني. قال ابشر. راح لابوه، حاول في ابوه. قال ابوه خلاص. اخذ من ابو خويه السيارتين وباعها، كل سيارة ب40,000. جمع المبلغ كله 80,000 وراح وقال يا اما هذا المبلغ 80,000 حق زواج اخوي، باذن الله المبلغ هذا يزوجه بالراحه. وهي ترفع يديها قالت اسال الله العلي القدير انه يسر امرك ويرزقك من حيث لا تحتسب. سبحان الله العظيم، ما أجملها من دعوة. بعدها ولا جايه ناس من أخوياه قالوا حنا نبروح نتمشى في الشمال، وش رايك تروح معنا؟ قال والله إنه ودي، لكن أنا الآن عندي شغل، لكن يوم يومين 3 أيام بالكثير أخلص أشغالي كلها وأبي الحكم. عاد أعطوه المكان اللي ما يبيجون فيه وراحوا. خلص أشغاله وتوجه لهم، وفي نص الطريق ولا يشوف له موتر واقف والديرة خلا ما فيه أحد. قال بروح له يمكن إنه متعطل أساعده. ويوم إنه جاء اللي الموتر مغرز، والرجال جاني بيرفع الموتر بالعفريتة عشان بيحط لي شيء تحت الكفر، ويمشي وطاح العفريتة وطاحت السيارة على يده، والرجال مغمى عليه، يعني واضح انه مطول. هو ينزل عفريته من سيارته ويحطها تحت موتر الرجال ويرفعها ويطلع الرجال ويحطه معه في السيارة ويوديه أقرب مستشفى. دخله المستشفى وبدأوا بفحصه الأطباء، لقوا عنده مشكلة في عصب اليد وفي الأصابع، فعالجوه الأطباء. ويوم من الصحة وهو يحكي له القصة قال أنا جيت معزوم من عند أخوياي واللي أشوف الموتر، ورحت له وحصلتك طاحتن عليك السيارة ومغمن عليك وجيت بك في المستشفى. قال الله يجزاك خير، لك في رقبتي دين ما انساها. هو يعطيه رقم ولده، قال دق على ولدي هذا وعلمه بالمكان وخليه يجيني. دق على ولده وعلمه. أبد مسافة الطريق وليا عياله جان كلهم. عاد الرجال حينه بيمشي، خلاص اطمئن على صحته وجلس عنده لان عياله جو وبيمشي. قال عاد انا يا عم ابمشي وتامرني شيء. قال الله يسلمك ويحفظك من كل شر، ولك في رقبتي دينا ما انساه. ويعلم واحد من عياله قال خذوا رقم الرجال هذا وحفظوه عندكم، وما ياخذون رقمه وهو يمشي. بعد اسبوعين وليا التلفون يدق عليه. السلام عليكم. السلام. قال
أنا الرجال اللي أنت أسعفته، وباك تجيني محلي في المكان الفلاني، أبغاك تجيني. قال والله أني الحين أني مشغول بس خل أفضي. قال يا ولد تجيني ولا أجيك؟ بس اختصرها، يا تجيني يا أجيك. قال لا بجيك. قال خلاص اليوم الفلاني وأنت عندي. في يوم جاء اليوم المحدد وهو يروح. يوم جاء لي ما شاء الله تبارك الله البل والكباين وأنعام الله ما شاء الله تبارك الله. قلط عنده وتقهوى وأكرمه. ويوم خلص قال اسمع، أنت سويت فيني معروف وانقذتني. شفت الناقة هذيت؟ قال إيه؟ قال تراها هدية مني لك، وتراها لقحة باقي لها 3 شهور وتلد. باقي لها 3 شهور وتلد. وتراها لاقحة من بعير فلان، بعير من أشهر البعارين الموجودة، وخلها معي 3 شهور، خلها معي لين تلد، والله يكتب لك فيها البركة ويجعلها باب رزق لك. قال تم. مشى من عنده ورجع لأهله. بعد 3 شهور وليت تلفون يدق. الياه الرجال يهدى على الناقة. قال أبشرك ناقتك ولدت وجات لها ببكرة، والبكرة سيمت ب650,000. سيمت بكم؟ ب650,000، لأن نياق الرجال هذا معروفة. سيمت ب650,000. إن كانت تبي تبيعها علمنا ببيع على الرجل وحول عليك دراهمك. قال والله يا عم إني ما أعرف في قلب الشيء ولا أدري كم أسعارها، لكن نبت أنت أبوها وسمها. قال أنا أشوف إن المبلغ هذا إنه قيمها. قال اتكل على الله وبيع. قال تم، نبي نبيعها والفلوس تبي تصلك. باع البكرة ب650,000 وحولها عليه. راح للبنك وسدد البنك ب400,000 وسدد السيارتين وحط الباقي في مخبه واشتغل به، وفتح الله سبحانه وتعالى باب رزق ما كان يحلم فيه ولا يتوقعه. سبحان الله العظيم، سبحان الذي يرزق بغير حساب. شوفوا سبحان الله العظيم، راح واخذ الدين وضغط نفسه من أجل أنه يرضي والدته، فدعت له والدته وفتح الله عليه سبحانه وتعالى أبواب الأرزاق من حيث لا يحتسب بسبب دعاها. يا أخواني ويا أخواتي، والله ما في أحد يعطي والدينه ألا يعوض الله سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة. ما في أحد أبدا يعطي والدينه ألا يعوض الله سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة. فيجب على كل واحد منا أن يضحي بحاله وماله وكل ما يملك من أجل والدينه. ترى والدينا ضحوا بصحتهم وبشبابهم وبراحتهم وبكل ما يملكون من أجلنا، لين وصلنا إلى هذا المستوى اللي حنا فيه من النعمة ومن الراحة ومن الرفاهية. فوالله لو أعطيناهم أرواحنا إننا نبقى مقصرين. فلا تخلون والدينكم يحتاجون لغيركم وأنتم موجودين. احرصوا أشد الحرص. أسأل الله العلي القدير أن يرزقني وإياكم بر والدينا. أتمنى أنكم استمتعتوا بهذه القصة واستفدتوا منها، ولنا لقاء الأسبوع القادم مع قصة جديدة. في أمان الله.